بكل وضوح، لم يكن فوز السنغال بكأس إفريقيا مجرد تتويج رياضي، بل لحظة سياسية بامتياز كشفت حقيقة مواقف كثيرين وأسقطت آخر أوراق النفاق التي كانت تخفى خلف الشعارات الأخوة والعروبة والوحدة الإفريقية. كرة القدم مرة أخرى فعلت ما عجزت عنه السياسة، وفضحت من يكن العداء للمغرب ويترصد أي تعثر له ولو على حساب القيم الرياضية. في الوقت الذي تعامل فيه المغاربة مع الإقصاء بكل روح رياضية ومسؤولية، خرجت أصوات إعلامية وسياسية في كل من تونس، موريتانيا ومصر، وفي مقدمتهم الجزائر، للدفع بشعوبها للشوارع للفرح بفوز السنغال والتشفي الرخيص من هزيمة المغرب. لم تكن الفرحة هناك فرحة إنجاز إفريقي، بل فرحة سقوط مغربي. لم يحتفلوا بالسنغال، بل احتفلوا بعدم تتويج المغرب، وهو سلوك لا يعبر عن تنافس رياضي شريف، بل عن عقدة سياسية متجذرة وعداء تاريخي يتغذى على الفشل الذاتي والعجز عن مجاراة المشروع المغربي المتكامل. لقد كشفت هذه المواقف أن بعض الأنظمة والمنابر لا تتحمل رؤية المغرب قويا منظما ومؤثرا داخل إفريقيا. نجاح المغرب في كرة القدم كما في الدبلوماسية والبنية التحتية والتنظيم بات يزعج من تعودوا اللعب في الهامش، فاختاروا الهجوم بدل البناء والتشفي بدل العمل. أما الأكثر سقوطا فهو الخطاب المسموم الذي حاول تغليف العداء للمغرب بفرحة كروية مصطنعة. فالتاريخ لا يكتب بالشماتة، والبطولات لا تصنع بالبكاء، والمكانة لا تنال بإسقاط الآخرين. لقد قالت الكرة كلمتها: المغرب ليس وحيدا، لكنه أيضا ليس ساذجا. يعرف اليوم من يقف معه ومن ينتظر سقوطه، يعرف حلفائه من أعدائه، ويعرف أن طريقه الصحيح يمر عبر الإزعاج، لأن النجاح الحقيقي دائما يفضح خصومه. إذن فليفرحوا اليوم ولينتهوا من هذا البكاء الكروي، فالمغرب مشروع مستمر، والكرة كما التاريخ لا ترحم من يعيشون على كراهية نجاح الآخرين.